السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حبيت أصور معاكم فيديو النهاردة عملي كده على الطبيعة لكل إخواتنا اللي قالوا لي عندنا البطيطين بيبيضوا في نفس العش وإحنا احترنا ومش عارفين نعمل إيه. والله يا جماعة أنا قلت لكم قبل كده كام تجربة مجرباهم بالفعل عملي، بس أكيد إخواتنا اللي بيسألوا الأسئلة دي أول مرة بيشوفوا القناة، فأهلا ومرحب بيهم وأهلا ومرحب بإخواتي اللي هم أصلا معايا من البداية. يا ريت لايكات كتير جدا جدا كده للفيديو عشان الفيديو يعلى ويكبر بيكم، يبقى جزاكم الله كل خير. دول بطتين من ضمن البط اللي بيبيض عندي. طيب دول انا جايباهم وعازلاهم في اوضه لوحدهم هنا علشان تضمني ان البطه بتاعتك تطلع على خير ان شاء الله. من اول خطوات نجاح ان هي ترقد اصلا وتطلع على خير ان حضرتك تعملي لها عش لوحدها كده وتسيبيها تبيض البيض في العش كل يوم البيضه ببيضتها. يعني اخواتنا اللي قالوا لي احنا بنشيل البيض عشان خايفين لا يتكسر والبطه جت خلصت بيض ومش عايزه ترقد، يا مشاهد نعمل لها ايه عشان نرص لها البيض اللي احنا كنا حايشينه وترقد غصب عنها؟ مفيش بط بيرقد غصب عنه يا جماعه، دي طبيعه ربانيه، دي حاجه احنا ملناش يد فيها، دي سبحان الله سبحان الله بتكون طبيعه. فالانسب حضرتك لقيت البطه عليها بيضه اعملي لها عش، لقيت بطتين زي دول مثلا عليهم بيض اعملي لهم عش. طب انت عامله عش هنا في النص ليه يا مشاهد؟ لان كان في هنا بطه ثالثه بتبيض وعملت لها عش هنا وحطيت لها خشبه وكل حاجه وبداوا الثلاثه يبيضوا فين بقى؟ هنا في العش ده، وده شيء طبيعي ووارد. ممكن بطه عندي يظبط من اول عش، كل بطه تكتفي بعشها، ممكن بطه تغلبني شويه، بس في الاخر الحمد لله كل بطه برضو بيبقى لها عش خاص بيها. طيب بتعملي ايه؟ سبتهم التلاتة يبيضوا في العش ده زي ما هما بيبيضوا، وكل يوم بقيت انقل بيضة هنا وبيضة هنا، اوزع البيض على التلات عشوش لحد ما جيت في يوم لقيتهم برضو كل يوم بيبيضوا. انا ببقى عدى البيض بقى في العشتين دول اللي انا بنقل فيهم كل يوم عشان اعرف البطه راحت بضت عليه ولا ما بضتش، عشان لو بيضه زادت يبقى كده الحمد لله في بطه التزمت بعش فخلاص. طيب فكنت كل يوم بلاقي الايه؟ بلاقي عدد البيض اللي انا بنقله زي ما هو، والعدد بيزيد هنا بس في العش الاولاني ده. فالمهم بعد حوالي 5-6 بيضات لقيت البطه اللي كانت بتبيض التالتة فصلت بيض، ما عادش عليها بيض. سبتها حوالي 3 ايام كل يوم اشوفها الاقي ما عليهاش بيض، فكده خلاص هي فصلت بيض، هي العنقود بتاعها اكتفى لحد كده، فشلتها وديتها الاوضه الثانيه مع البط اللي هو لسه هيبيض وصابب للبيض. لما ترجع تبيض تاني براحتها ابقى ايه اشوف لها مكان تاني بقى خلاص، لان دول هيكونوا قربوا يرقدوا. طيب هي فصلت بيض، هي فصلت بيض ليه يا مشاهد؟ هو طبيعي يا جماعه مش كل بطه بتكون زي الثانيه ولا كل تكون عنقود زي الثانيه. فصلت بيضها ممكن تقعد اسبوع وترجع تجيب مثلا 15 بيضه على بعض. طب الخمسه الاولانيين اللي هي بيضتهم عادي دول رزقك بقى انك توزعيهم على البط اللي بيبيض معاها وتستفيدي بيهم، وده اللي انا عملته. طيب عند البطه ما مشيت بقى عملت ايه؟ قمت رايحه جايبه كل يوم بقى بقيت اوزع البيض على العشين دول الاثنين دول بس. فان شاء الله باذن الله طبعا العش ده البيض زايد فيه، ده البيض زايد فيه عن العش التاني. انا لسه بحاول كل يوم بظبط لهم العش، بس كل يوم بكون متعمده ان انا اعد البيض هنا عشان اشوف في بطه خدت عش لوحدها ولا لا. طيب اول خطوه ان انا كل يوم لازم اشوف البطتين دول عليهم بيض ولا لا. ليه؟ عشان انا لو في يوم لقيت بطه من دول ما عليهاش بيض هقوم رايحه قافله العش الاساسي ايا كان بقى اللي كانت بتبيض فيه ابني، هي مش مشكله، هقوم رايحه قافله العش الاساسي اللي كانوا بيبيضوا فيه علشان يعرفوا ان في عش تاني. هقوم رايحه قافله العش الاساسي ده علشان يعرفوا البطه اللي عليها بيضه التانيه تعرف ان في عش تاني. طيب لما تعرف هتروح تبيض بيضه هنا، هتبيض هنا عشان ده هيبقى مقفول بخشبه كده وهقفله، هتبيض هنا خلاص هي كده عرفت العش بتاعها. مستحيل هتروح تبيض عند اختها تاني. دي اول حل ان كل بطه تلتزم بعشها، والحل ده فعال وكويس جدا. طيب تاني خطوه، لو كل يوم لقيت البطتين عليهم بيض مفيش يوم فصلوا فين، كل يوم عليهم بيض الاثنين، فهتعملي ايه حضرتك؟ هتسيبيهم كل يوم يبيضوا زي ما هم في العش الاساسي، وكل يوم نعمل ايه؟ نوزع البيض زي ما قلت على العشين لحد ما اول بطه فيهم كانت بادئه بيض او البطه اللي هتخلص بيض الاول وعايزه ترقد ايا كانت نهي فيهم برضو ترقد، هتيجي ايه؟ هتيجي ترقد على العش ده كده. التانية مش هتلاقي مكان تروح تبيض فيه، لان اللي رقدت هنا دي هتضربها كده تخليها مش هتبيض هنا على البيض تاني، فغصب عنها هتروح تكمل بيض على ايه؟ على العش اللي هي لاقيه فيه ما شاء الله عدد من البيض، هتروح تكمل على بيض ويبقى لسه لها 3-4 بيضات ولا حاجه، تقوم بيضاهم وايه؟ وراقده، وكل واحده تبقى مكتفيه بعش. كده الحل التاني.
طيب الحل التالت، لو البطه رقدت هنا، الاولانيه اللي خلصت بيض رقدت والتانيه برضو مصره تروح تبيض معاها او ترقد معاها، يبقى مفيش غير الحل التالت، وده مجرب جدا جدا، والله كل الطرق دي مجربه وفعاله معايا. بجيب الباب المتحرك اللي حضراتكم عارفينه، بقوم جايبه واخده زاويه للبطه دي بقى، عامله لها زاويه لوحدها وحاطه لها اكلها وشربها على سن هي رقدت خلاص، فبالتالي البطه التانيه مش هتشوفها ولا هي ولا الذكر اللي فاضل في الاوضه. هتقوم تعمل ايه؟ هتضطر تروح تبيض في العش ده كده. ده حصل عندي كتير والحمد لله. البط بيلتزم، كل بطه بتلتزم بعشها، واحيانا بتبقى طبعا تيجي من عند ربنا كده ان كل بطه بتلتزم بعشها من الاول، وده بيكون قليل يعني شويه، فبضطر افضل اجرب الثلاث طرق اللي قلت لحضراتكم عليهم. يا رب يا رب تكون الطريقه اللي شرحت بيها وصلت ووضحت لحضراتكم وحضراتكم تستفادوا منها. انا عايزه بس اوضح حاجه، ان محدش يقول مثلا ده البطيطين حجمهم صغير، لا هما مش حجمهم صغير، انا مني بقصقص الريش بتاعهم. شايفين الريش بتاعهم متقصقص خالص ازاي؟ لان بخاف يطيروا. طيب قصقصه الريش ما بتاثرش على البيض ولا على الركود خالص، ما بتاثرش عليهم نهائي. وعايزه اكد لكم على حاجه، لازم ولابد تسيب البيض في العشه، علشان البطه تضطر تحضن وتروح ترقد على البيض. لو ما بتسيبلهاش البيض مش هتحضن البيض، مش هتحس بيه اساسا عشان ترقد عليه. العش التالت ده بقى انا اهد واشيله. انا بس حبيت اسيبه على مشرح لحضراتكم. المكان ده الاوضه مظلمه فيه شويتين، فهنا طبعا في بطه راقده هناك اهي، وفي هنا بطه راقده برده اهي، فكل بطه هنا ملتزمه بالعش بتاعها. انا بقى مش عايزه اروح اشيل الخشب من هناك علشان ايه اسيبهم راقدين كده بامان يعني. فهنا الحمد لله دي بتكون الخطوات اللي انا بعملها من البدايه لحد ما بوصل للمرحله اللي حضرتك شايفاها. تعالوا اوريكم حاجه تانية. طيب دي بطه راقده في اوضه تانية خالص، بس دي راقده لوحدها. ليه؟ لان صدفه اياميها لما كانت بتبيض ما كانش معاها حد بيبيض لسه، كان لسه البط مريح، فكانت ايه او كان البط رقد في الاوضه التانية. المهم ان اياميها ما كانش معاها بط بيبيض، فدي اللي سبتها هنا هي والذكر لوحدهم لحد ما خلصت ورقدت. طيب ده خلاص دي حلها معروف، هي بتخلص وترقد لوحدها، مفيش مشاكل بينها وبين بطه تانية على عش تاني. فكل بطه بيبقى لها حكايه كده. طيب انا لو مثلا بكره ولا بعده لقيت بط من اللي في الاوضه التانية بدا يبيض، هشوف لهم مكان تاني خالص. ما ينفعش البطه تبدا تبيض اجيبها مثلا في اوضه واقول الاوضه دي فاضيه ما فيش فيها الا البطه دي بس، اقوم رايحه عامله لها عش هنا. لا، هيهيجوا البطه دي ويقيموها من مكانها. لا، لازم اوديها في مكان ما فيش فيه بط راقد اصلا. دي معلومه مهمه لازم نكون عارفينها، علشان طبعا ما نخسرش العش بتاعها اهو. بس عايزه الف، انا هنا حاطه لها الاكل بتاعها اهوت. طب انت حاطه لها كل الاكل ده ليه؟ انا حاطه لها اكل بزياده يا جماعه، ممكن افضل يومين او 3 ما احطلهاش اكل، لان البطه ما بتقومش تاكل في وقت معين، هي بتقوم تاكل في الوقت اللي سبحان الله هي عايزه تهوي البيض فيه، تدي للبيض تهويه. طيب اخواتنا اللي قالوا لي البطه بتقوم في اليوم مرتين 3، عادي. في بطه ما شاء الله ما شاء الله بتكون مسخنه البيض بزياده قوي، فبتقوم علشان تهوي. طالما مثلا بتقوم بتاع 10 دقائق ربع ساعه وبترجع على البيض تاني مفيش مشكله خالص. انما لو بتقوم ساعه وساعتين وبتقوم تنشغل بطيور تانية والمكان واسع تخرج بره المكان والكلام ده، لا. عشان كده دايما بقول لازم البط الرائد يكون في مكان محكم مفيش معاه اي طيور تانية عشان ما يشغلوهاش. هنا هو الباب اعمل عشوش هنا وكل حاجه. هل انا لو لقيت بطه بقى راقده عليها بيض اجيبها هنا ببيض وفي بطه هنا راقده؟ لا، مع ان المكان خالي اهو. طب اعمل ايه؟ لو عندي باب حاجز او اي حاجه لها حاجز عالي ممكن اهو احجز على البطه الراقده دي واسيب بقيه المكان لمين؟ للبطه والذكر التانيين اللي بداوا يبيضوا. حبيت اصور معاكم الفيديو ده النهارده عملي لانه اتطلب مني كتير. يا رب تكون المعلومه وضحت لحضراتكم. يلا اترككم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.